مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلي سي ام. بطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. كشفت مصادر اعلاميه رسميه بان المجلس التاديبي التابع للهيئه الوطنيه للمحامين اصدر جمله من القرارات التاديبيه ضد اكثر من 10 محامين، وتراوحت هذه القرارات بين الاحاله على عدم المباشره لمده 3 شهور والايقاف عن العمل والمحو من جدول المحاماه. وعلى حسب ذات المصادر فان المجلس التاديبي التابع الهيئة الوطنية للمحامين قرر رسميا محو محامين من جدول المحاماة والتشطيب عليهم بعد ثبوت عدم مباشرتهم للمهنة. وقرر المجلس أيضا إحالة محامي على عدم المباشرة مدة 2 مع النفاذ العاجل بسبب استعمال طرق غير مشروعة في استجلاب الحرفاء وبطريقة تمس من شرف المهنة. كذلك تمت إحالة محامين آخرين على عدم المباشرة لمدة 3 شهور و3 سنوات، وذلك من أجل المس من شرف مهنة المحاماة وعدم احترام واجب الزمالة. وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.